مفيش حد هياكلها من ايدك غير ويسألك ايه السر وايه الطعم وايه الحلاوة وايه الجمال ده. النهاردة عندنا كده غدوة جميلة ولذيذة، هديكي كده كام تيست وكام سر للطعم الجميل مفيش حد بيدوقها من ايدي غير ويقول لي انت عاملاها ازاي. يلا بينا نعمل احلى مكرونة واحلى كباب حل على اصوله بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم خطير. اول حاجه كده ايه المكرونه النوع اللي انت ايه تحبيه. اول حاجه عايزين نحط بقى اللحمه على النار. خلاص كباب الحله ما يختلفش عليه اتنين، بس كل واحد وله طريقه. بس النهارده انا هقولك طريقتي المميزه مني اللي اتربيت وكبرت عليها والاصليه دي كباب الحله الاصلي. خلاص لازم حته اللحمه بتاعتك كده تكون ايه ملبسه كده. ده سن، ده القطعيه اسمها السن، بتبقى ايه ملبسه كده. مش عارفه انت كده عادي ماشي. بتقطعيها كده ايه قطع متوسطه. عايزه تقطعيها اصغر من كده تمام مفيش اي مشكله خالص. قطعيها القطعيه اللي تعجبك، بس هي ايه وسط كده، لا هي كبيره ولا صغيره كده. تتاخد بالمعلقه كده مع كده معلقه المكرونه خطير. وهعمل لك بقى صوص مكرونه رهيب. هنقطع بقى هنا باقي اللحمه بتاعتنا. استخدمي القطعيه اللي انتي بتحبيها، سواء بقى سن سواء اللحمه الموزه، بس اهم حاجه في القطعيه اللي انتي هتستخدميها تبقى ملبسه. احنا عايزين حته اللحمه كده ايه فيها ملبس كده عشان تدينا تيست حلو. هنا بقى حطيت الميه عشان اسلق المكرونه. بنحط لها ملح بس، ما بيتحطش في ميه السلق زيت. والمكرونه بعد ما بتتسلق ما بتتغسلش. طب ايه السبب السر بقى هنا؟ ايه هو السر؟ انا ما بحبش ايه لا ما تحطيش زيت، لا ما تغسليش المكرونه ما بتتغسلش، لا. ان عرف السبب بطل العجب. انا اقول لك السبب بقى يا حلوه يا سكر. ما بنحطش ليه زيت في ميه السلق عشان بتعمل غلاف للمكرونايه وتبقى فيها زيت، ما بتخليش الصلصه تمسك فيها، او الصوص ايا كان اللي هتعمليه مش هيمسك في المكرونه، فهيبقى الصوص في حته والمكرونه في حته. طيب ليه المكرونه لما بتتسلق ما بتتغسلش؟ عشان بيبقى عليها طبقه النشا اللي بتخلي المكرونه تشرب الصوص اللي انتي هتعمليه، الصلصه ايا كان. خلاص حلو كده. شفتوا بقى لازم نعرف المعلومة كاملة متكاملة. تلخبطوني. حلة بقى تانية حطينا فيها حوالي 3-4 معالق من الزيت، ونزلنا عليها باللحمة، وهبتدي اشوح فيها كده واسيبها تنزل شوية مية وتشربهم. انا عايزة احمر اللحمة بتاعتي. خلاص ما تشغلوش بالكم حطينا الغطيان ولخبطنا الغطيان، دي خضرة ودي زرقاء عادي. انا كنت مصرة في الفيديو النهاردة ان انا الخبط غطيان الحلل. اهم حاجة ان احنا نحمر حتة اللحمة كويس قوي. خلاص انا هعملها بالثوم. ده كباب الحلة الاصلي المعروف. الناس اللي بتعمل كباب الحلة بالبصل براحتهم، بس دي اسمها بالنسبة لي اسمها لحمة بالبصل. ليه؟ لان احنا بنحط كمية بصل كتير قوي على اللحمة، فدي اسمها لحمة بالبصل، سواء بقى في حلة سواء بتدخليها طاجن الفرن اسمه لحمة بالبصل. في ناس مع التومة بتحط بصلاية صغنونة كده، ما فيش مشكلة عندي. حطي بصلاية صغنونة كده قطعيها كده مكعبات صغننة مع معلقة التوم الحلوة تمام بالثوم. بس انا بعملها بالثوم بس. وده الكباب الحلة الاصلي بجد خطير. جربيه بالطريقة دي هيعجبك جدا جدا ومش هتبطلي تعمليه. خلاص المية بتاعتنا اتشربت. عمالة بقى اشوح في اللحمة. انا عايزة اللحمة تاخد معايا لون. خلاص شايفين كده بعد ما تتحمر كويس قوي هطلع بقى اللحمة. طبعا المعلقة الخشب ما كانتش سعفاني يعني قلت لا انا اسهل على نفسي الموضوع.
شايفين اللحمة واخدة اللون التحميرة. بس نزلت بقى هي الدهن بتاعها كده مع شوية الزيت. انزلي بقى بمعلقة توم حلوة محترمة. طب انت مش فارمة توم، راس توم كبيرة، راس توم كده فصصيها وهرسيها. وانزلي بيها في الزيت اللي احنا حمرنا فيه اللحمة. يا سلام يا سلام. ويا سلام بقى لو عندك حتة ليا كده قطعيها مكعبات وحمريها مع التوم، يا خطيرة خطيرة. هو انا عندي صراحة بس الكسل والحر مخلي الواحد يعني عايز يخلص على طول، وكانت لسه بقى عايز تطلع من الفريزر وتسيح وقصة كده، فانا اكتفيت بالدهن اللي موجود في اللحمة بتاعتي. خلاص اول ما ابتدت التومية بتاعتي اتحمرت خدت اللون الجولد الحلو ده، رجعت تاني نزلت عليها اللحمة. حطيت بقى بهاراتي ايه، عندي بهارات لحمة، حطيت حبهان، حطيت قرفة عيدان، حطيت كمان ورق لورا، وحطيت لومي. قلتلكوا حطيت حبهان وحطيت رشة جوز الطيب. وشمي بقى الريحة بقى كده وانتي بتحمري كل ده مع بعضه كده. شايفين بقى لون المية عامل ازاي؟ نص الحلة كده مية بعد ما حمرتيها، مية بقى سخنة. اهم حاجة تنزلي بمية سخنة، مش عايزين نرجع نبرد اللحمة ونبرد الحلة تاني وتاخد وقت معانا في السوا. خلاص هغطي عليه، واول ما تبتدي تغلي هخلي النار وسط واسيبها تعيش حياتها. تعالوا بقى نعمل احلى صوص للمكرونه، بجد حلوه قوي، محدش بياكلها من ايدي غيره بيسالني ايه سر الطريقه. دي بقى مكرونه العربيات. عارفين مكرونه العربيات اللي ريحتها بالجبنه دي، وبنبقى عايزين نعرف هم عاملين ايه ده. هي اسمها انسجام. تعالوا بقى نشوف انسجام بتتعمل ازاي. قطعت بصلايه كده كبيره، قطعتها كده جوانح. حطيت حوالي ربع كوبايه من الزيت. خلاص وهحمر البصله. شايفين البصلايه بس بقت ذهبي كده. اول ما تلاقيها خدت اللون ده طلعيها، عشان هي لسه سخونيه الزيت عليها هتخليها تغمق كمان شويه. متقلقيش خالص، هتطلع مقرمشه وزي الفل. هي بس شويه ملح كده قبل ما تحمريها وخلاص. تمام. شيلنا بقى البصلايه كده على جنب. وفي نفس الزيت اللي احنا حطيناه عايزه اكرمل معلقتين سكر. الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصلايه هنكرمل معلقتين سكر. وكنت ضربت 4 طماطمات كده ونزلت بيهم على السكر، بس الموبايل كان راح ناحية تانية، بس عادي. شايفين من قبل ما احط صلصة ومن قبل ما احط اي حاجة، شايفين لون الطماطم مع كرملة السكر كان عامل ازاي؟ بيديكي لون صوص كده احمر رهيب. نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الصلصة، وزودتهم حوالي نص كوباية من المية. حط لهم كمون، فلفل اسود، وهحط لها كمان بابريكا مدخنة وشوية الملح بتوعي، وهسيبهم يعيشوا حياتهم. بس كده هسيب بقى التسبيكة دي او الصلصة دي تتسبك. هغطي عليها وطي عليها خالص. شايفين لونها خطير. كرملة السكر دي بتدي تيست ولون رهيب. وما تقلقيش مش هتطلع مسكرة خالص، ما تقلقيش من حاجة. اهم حاجة ما تحرقيش البصلاية وما تحرقيش السكر عشان ما يخليش الصلصة بتاعتك مرة. بصوا لونها، بصوا فظيعة. هنا اتسبكت خلاص. هطفي عليها واسيبها بقى شوية كده عقبال ما املح اللحمة بتاعتي واعمل لها كده تيست في السوا. خلاص دخلت في السوا، هملحها واسيبها بقى. انا عايزاها تشرب المية اللي انا حطاها، مش هزود لها مية خالص. انا عايزاها تشرب وتستوي في نفس المية والصوص يشرب بعض، يعني اللحمة تشرب كل الصوص اللي احنا عاملينه ده. بس كده بقول لكم 100 100. متنسوش بقى تعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم فيديوهاتنا الجديدة، لعلكم تستفادوا منها ان شاء الله. كل مرة هقول لكم معلومة والسر والسبب زي ما قلت لكم كده
إن عرف السبب بطل العجب، أهالينا زمان قالوها. خلاص كده اللحمة بتاعتي كانت خلاص. ولعت بقى على الصلصة مرة تانية ونزلت عليها بالمكرونة. شايفين بقى؟ بصوا بصوا بصوا، خطيرة. هحط لها شوية بقى بصل من اللي احنا حمرناه كده، وهدي عليها النار خالص واسيبهم ياخدوا يدوا كده مع بعض. انا كمان عايزة المكرونة تشرب من الطماطم دي. وخلصنا الغدا بتاعنا، ويلا بقى نغرف. وبجد بجد بجد هتاكلي احلى كباب حلة واحلى مكرونة انسجام، هتخليكي في منتهى الانسجام، ومفيش حد هياكلها غير ويسألك على سر طعم الصلصة بتاعتها. تعالوا بقى ندوق الاكل ونشوف جماله وحلاوته، لان بجد فعلا العين بتاكل قبل البق، والريحة خطيرة. غرفنا بقى كده المكرونة زي ما انتوا شايفين لونها عامل ازاي، فظيع. شوية بقى البصل اللي احنا حمرناه حطيه كده بقى فوق الوش، ويا سلام بقى لو عندك شوية بقدونس، بس انا ما كانش عندي. ودي اللحمة خطيرة. تعالوا بقى ندوق مع بعض. يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنة؟ خطيرة. هيسيبوك استنى. لازم تدوقي هنا وتدوقي هنا، لازم ترجي جميع الأطراف. هتعمل زي المرة اللي فاتت اللي هو سخنة؟ لذيذة. ايوه خطيرة. ايوه كلتوها قبل كده. بصوا بقى اللحمة دايبة. بصوا الحتة الملبسة. انا عايزة ادوق. حطينا بقى كده الصوص بتاع كباب الحلة، المكرونة. عسل كده. ناكل حتة اللحمة. هختم بقى معاكم الفيديو بعد ما اكلت حتة اللحمة معلقة المكرونة الخطيرة دي، واقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة وكومنت حلو منكم. بحبكم قوي. باي باي.